هاتي كوباية مية سخنة ودوبي فيها معلقة قهوة علشان تاخدي أحلى خليط يعمل لك ميني بوب، تنفعك في الحفلات وتنجزك قوي بقى لو عندك مناسبة كده ومحتاجة حاجة اقتصادية وما عندكيش فرن وما عندكيش بيض ولا حليب وعايزة تعمليها على البوتاجاز وما تاخدش منك وقت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأول أنا عندي كوباية ونص من الدقيق، عندي نص كوباية من السكر، 3 معالق كبار من الكاكاو و4 معالق كبار من الزيت، عندي معلقة كبيرة من الفانيليا ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، عندي معلقه من القهوه سريعه الذوبان وكوبايه من الميه السخنه، يعني سخنه لدرجه ايه بقى؟ قبل الغليان بدقيقه واحده. خلاص احنا خلاص قربت تغلي، هنشيلها من على النار، هندوب القهوه والميه مع بعض وبعدين ننزل عليهم بالسكر والزيت ونخلط كويس قوي. لما يختفي السكر الخطوة دي ما تستغنوش عنها نهائي، لازم تنخلوا خليط الكاكاو والدقيق كويس قوي، لازم تنخلوهم وتتأكدوا ان هما ما فيش اي تكتلات ولا اي حاجة علشان الكيك بتاعكم يطلع هش كده وطري وحلو. هننزل بقى بالبيكنج باودر والفانيليا ومعلقه كبيره من الخل. عايزه اقول لكم الحركه دي هتدي هشاشه وطراوه للخلطه اللي ولا هتلاقوها كيك ولا بسكوت، هي حاجه غنيه قوي كده. الخليط بتاعنا بيكون اتقل من المعتاد من قوام الكيك، ولكن مش متماسك قوي ومش خفيف قوي لا. هنسيبها ترتاح على جنب 5 دقايق لما نسخن طاسه نضيفه ومدينها مسحه خفيفه خالص من الزيت. هنبدا بقى نشكل كده شبه الدوائر الصغنونه، وزعوها في اكياس علشان تسهل عليكم. طيب دي اول طريقه، تقدروا تحطوها في طاسه على الفرن على البوتاجاز سوري من فوق، وهتاخد معاكم بالظبط 5 دقايق على نار هاديه وهي متغطيه نص غطا، او في صاج على الفرن وهتقعد 3 دقايق بالظبط. بصوا اللهم بارك، طالعه مستويه مش بتلزق ولا اي حاجه، مع ان يا دوب مسحه خفيفه خالص. وكذلك الصاج عملته دهنه صغيره خالص من الزيت، هتحركوها بقى بسباتولا او بمعلقه او حاجه لان هي بتبقى يا دوب ماسكه حاجه صغنونه، وهتطلع معاكم بمنتهى السهوله، هتطلع متماسكه وهشه كده وحلوه قوي. احشوها بقى الحشوات اللي تناسبكم، ممكن تحطوا مربى، ولكن الحشوه اللطيفه دي ربع كوبايه من الكريمه، معلقه من اللبن البودره، معلقه كبيره من السكر، وربع كوبايه من الميه. اخلطوا الكلام ده كله على اعلى سرعه لو في المضرب الكهرباء، واضربوها لمده 5 دقايق. لو هتضربوها على ايديكم حطوها في كيس وابداوا اعملوا حشوه غنيه ولطيفه قوي. بعد ما حشيت بقى كل الطبقه بتاعتي دخلتها التلاجة كده 3-4 دقايق بس الطبقات تمسك مع بعضها، وسيحت 200 جرام من الشوكولاته مع معلقتين كبار من الزيت على حمام ميه، وبدات ان انا اغلف كل قطعه. تقدروا تسيبوها زي ما هي، ولكن الحركه دي بتخليها بقى احلى من الايه، يعني في توتاو وفي هوز ماني كده كنا بنجيبها واحنا صغيرين، حاجه كده غنيه قوي وفوجي جدا، هتنفعك وهتسد معاكي بقى لو في اللانش بوكس او في عزومه. ما تنسيش بقى ان انت لو وصلت لحد هنا هتعملي لايك وشير للفيديو وتسيبي لنا كومنت لطيف زي كده علشان اعرف رايكم، وما تنسوش ان دعمكم بيفرق كتير. افتحوها بقى وهتلاقوا الحشوه غنيه حلوه قوي بتدوب في البق من اول قطمه. هستنى رايكم في التعليقات، واتمنى تجربوا الوصفه وتعملوا شير كتير قوي للفيديو، وما تنسوش اللايك الجميل وتعليقاتكم الحلوه. اعملوا شير يا حلوين، وصحة وهنا.